هنتكلم النهاردة عن آية من الخصوص من محافظة الفيوم. وآية دي بقى اسم مش على مسمى خالص، هي مش آية خالص، دي شطانة صغيرة. أهلا بكم في برنامج كلام موزون. آية عندها 17 سنة في تالتة ثانوي، اتعرفت على واحد اسمه ماهر. ماهر ده بقى اتعرفت عليه ازاي؟ كانت قاعدة قدام بيت جدها، ففي واحد قريبها اسمه حمزة واقف مع ماهر ده لأنهم هما الاتنين أصحاب. فحمزة ده قريب آية، فراح يسلم على آية. فلما سلم عليه قال له هي مين دي؟ قال له دي آية واحدة قريبتي. قال له ده عجباني قوي وانا عايزة اتعرف عليه. قال له لا خلاص سيب الموضوع ده عليا، ده انت حبيبي. وراح قال لآية يا آية ماهر اللي معايا واقف معايا ده يبقى صاحبي وعايز يتعرف عليك. آية طبعا قالت له ماشي ووافقت على طول. فجي ماهر يتعرف عليها وقعد يتكلم معاها، وبعد كده خد رقمها ومشي. بعد كده قعد يكلم آية في التليفون، وطول الوقت قضوها مكالمات في التليفون الاتنين مع بعض. تقريبا كانوا بيكلموا طول الوقت ليل ونهار، لحد ما الموضوع بقى والعلاقة كبرت معاهم قوي. فقال لها انا عايزه اجي الشقة عندك، فقالت له ماشي. فاستنت لما باباها ومامتها خرجوا من البيت، واختها الصغيرة اللي اسمها جنى عندها 8 سنين استنت لما راحت مدرستها الصبح وباباها ومامتها خرجوا، واتصلت بماهر قالت له تعالى البيت فاضي. بالرغم ان البيت ما كانش فاضي ولا حاجه، لان هي عندها اخ عنده 11 سنه، بس اخوها ده معاق ذهنيا. يعني اعتبرته هي آية مش موجود، لانه ولا هيقدر يقول حاجه لاهله، معاق ذهنيا ومش عارف حاجه يعني. فقالت له تعالى، فجالها ودخلوا الشقه مع بعض وعملوا علاقه محرمه مع بعض، وتعودوا بقى على كده. بقى تقريبا كل يوم اهلها يمشوا من هنا، واختها الصغيره جنى تروح المدرسه وهي تتصل بماهر يجيلها البيت، لدرجه ان ماهر بقى بيصورها فيديو وهو بيعمل معاها علاقه. وآية ما كانتش معترضه خالص، فكان طبعا مع ماهر فيديوهات كتيره ليها على موبايله وهم مع بعض بيعملوا علاقه محرمه، وهي كانت موافقه ومبسوطه ان ماهر فرحان بيها وبيصورها فيديو وهو بيعمل معاها العلاقه دي. فبعد فتره كده ماهر قال لها انا عايزه اتجوزك بقى. قالت له ماشي. فراح تقدم لاهلها. اهلها طبعا ما يعرفوش اي حاجه عن العلاقه اللي بين ماهر وبين آية. فراح تقدم لاهلها عادي خالص، وقال له خد اهله وراح تقدم لآية. اهله قالوا له هنسال عليك، اللي اتقال عنه يعني انه شاب فاسد واخلاقه مش كويسه وبيشرب مخدرات، وتقريبا مفيش حاجه غلط ما بيعملهاش. فالطبيعي ان اهلها يرفضوا، فرفضوا ماهر. ماهر بقى ازاي يترفض وآية ازاي يرفضوا حبيب القلب المتسول؟ تعمل ايه بقى؟ الاتنين يتفقوا مع بعض ويهربوا. وخدها وأجر لها شقة في عزبة النخيل في مكان اسمه المساعيد، وأجر لها شقة هناك. وأول ما وصلوا الشقة هما الاتنين قفلوا الموبايلات بتاعتهم عشان محدش يعرف يوصل لهم لمدة يومين. يعني قعدوا يومين قافلين الاتنين الموبايلات. تاني يوم بقى بالليل ماهر قرر انه خلاص بقى هيفتح موبايله. ففتح موبايله، اول ما فتح الموبايل لقى رنات كتير من اهل آية، من والدها ووالدتها. ففتح على والدة آية من كتر رنها عليه. اول ما فتح على والدة آية قالت له يا ماهر انا عارفة ان بنت آية معاك، والنبي يا ابني ترجعها لي، وانا هعمل لك اللي انت عايزه وهجوزها لك وهجوزكوا لبعض، بس ترجعها لي والنبي يا ابني. قال لها انا ما اعرفش حاجة عن آية خالص وآية مش معايا. فاتفق مع والدة آية انه هيقابلها في مكان معين، وقال لها ماشي ووافق ان هو يقابلها. فيدوب قفل مع والدة آية لقى اهله بيرنوا عليه وقالوا له نفس الكلام اللي والدة آية قالته له اللي هو ايه؟ اللي هو رجع آية لاهلها واحنا هنجوزكم لبعض وهنتصرف وهنجوزك، لا بس رجع البت ايه لاهلها، يعني عشان قلقانين عليها وبيدوروا عليها وقلبين الدنيا عليها يعني. فقال لهم ماشي، ونزل من الشقة اللي قاعد فيها هو وآية عشان يقابل والدة آية. فوهو نازل جوز عمته رن عليه في التليفون وقال له انت فين يا ماهر؟ قال له على مكانه. وقال له ان هو رايح دلوقتي يقابل والدة آية لانها عايزه تقابله. قال له اوعى تروح لوحدك، لا يكونوا عاملين لك كمين ولا مدبرين لك حاجه يضربوك ولا يعملوا فيك حاجه مش كويسه. قال له انت فين؟ فقال له مكانه. قال له طب استناني مكانك وانا جاي دلوقتي هجيلك واخدك ونروح لها. وفعلا استنى جوز عمته، وماهر وجوز عمته راحوا يقابلوا والدة آية. بس ماهر لقى والدة آية موجودة لوحدها هي واختها. فالست يا عيني بقى اول ما شافت والدة آية، اول ما شافت ماهر جريت عليه ووطت على رجله، قعدت تبوس رجله وتقول له النبي يا ابني رجع لي بنتي، والنبي يا ابني انا عايزه اشوفها، واللي انت عايزه انا هعمله لك، بس رجع لي بنتي آية. ماهر صعب عليه والدة آية، قال لها طب قومي يا امي من على الارض وقومها، انا هرجع لك بنتك. بنتك معايا،
وانا خدتها وهربت وانا هرجعها لك. واتفق مع والدتها ان هو هيرجعها لها. فراح البيت عند آية. اول ما فتح البيت ودخل على آية قال لها جهزي ولمي شنطة هدومك علشان خاطر انا هرجعك لاهلك، وانا اتفقت مع والدتك ان هي هرجعك ليها، ان احنا هنتجوز بعد كده. وحكى لها الموقف وان والدتها صعبت عليه وكده يعني. فآية مشت ورا كلام ماهر ووافقت ورجعها لمين؟ ورجعها لوالدتها. طبعا بعد الموقف وهربوا مع بعض، والموقف اللي عمله ماهر فيهم يعني في اهل آية زادوا اعتراضهم على ماهر، ما عادوش موافقين عليه تماما. وكمان منعوا آية من اي تواصل مع ماهر، منعوها نهائي. خدوا الموبايل اللي في ايديها وغيروا لها الخط بتاع الموبايل عشان تقطع علاقتها خالص بماهر. فماهر كان هيتجنن بقى ازاي يضحكوا عليه ويقولوا له هنجوزها لك وما اتجوزهاش. فبدأ يرن على مامة آية ووالد آية علشان يشتمهم ويغلط فيهم ويتخانق معاهم، بس ما كانوش بيردوا عليه. فبدأ يبعت لهم رسائل بقى تهديد ان هم لو ما اتجوزهاش هيعمل فيهم كذا وكذا. بدأ يهددهم في الرسائل وكمان يشتمهم بألفاظ وحشة جدا. علاقة آية بماهر فضلت مقطوعة لمدة شهرين. آية ما بتكلمش ماهر وماهر مش عارف يوصل لآية. وآية أول ما مسكت موبايلها بقى بالرقم الجديد بدأت تكلم من عليه ماهر، بس بدأت بقى تكلمه وتبعت له رسائل وتقول له هاي ممكن نتعرف. فبدأ ماهر يشك ان دي آية يعني. فلما رنت عليه عرف صوتها، قال لها انت آية؟ انا عموما نسيت، قولي لي الحقيقة، انا نسيت الموضوع ده يعني، فقولي لي الحقيقة. قالت له انت نسيتني ازاي تنساني؟ ورجعت العلاقة ما بينهم تاني يعني. ففي الوقت ده كانت مامة آية بتدور على عريس كويس لبنتها عشان تنساها موضوع ماهر ده خالص. وبالفعل اتقدم لآية شاب كويس جدا واهله كويسين، ومامة ووالد آية وافقوا عليه. وكمان تمت قراية الفاتحة بين الشاب ده وآية، قروا فاتحتهم. فماهر بقى لما عرف ان آية تقرا فاتحتها بقى هيتجنن، واتفق هو وآية ان هم هيهربوا مع بعض. وآية طبعا كانت موافقة يعني، كانتش موافقة على الشاب اللي اتقدم لها ده وعايزة حبيب القلب المتسول ماهر، فكانت معترضة يعني. فوافقت طبعا على كلام ماهر واتفقوا مع بعض ان هم هيهربوا المرة دي ومش هيرجعوا تاني خالص. بس آية بقى بعد كام يوم كده جات لها فكرة تانية خالص. قالت له انا عندي فكرة احسن من ان احنا نهرب مع بعض. قال لها ايه فكرتك؟ قالت له ان احنا نخلص على ابويا وامي. قال لها ازاي؟ ما ينفعش، احنا نهرب احسن. قالت له لا، احنا نقتل ابويا وامي خالص ونخلص منهم، ونقتل كمان اخويا لان انا ما بحبوش، بس اختي جنى هتهرب معانا ناخدها معانا، لان انا بحب جنى بس اخويا ده انا معاقده انا ما بحبوش. فماهر كان معترض الاول، بس هي قالت له انت ما نفذتش معايا الخطه دي، انا هنفذها لوحدي وساعتها هبقى زعلانه منك جدا. فطبعا ماهر مش قادر يزعل الشيطانه الصغيره آية، فطبعا وافق على الخطه بتاعتها يعني، وقال لها ماشي. وبدأ راح الصيدليه وجاب شريط منوم وقال لها بقى، وقابلها وقال لها انت بقى تحطي الحبوب دي في كوبايه ميه كوبايه عصير لاهلك وتديهم منها، وبعد كده انا اجي بقى ونخلص عليهم. قالت له ماشي. فتاني يوم اتفاجئ ان آية بتقابله تقول له قابلني ضروري. قابلها قالت له لا، المنوم اللي انت جايبه ده مفعوله ضعيف، انا جربته على نفسي وما عمليش اي حاجه وما نمتش ولا اي حاجه. انت شوف لنا حاجه اقوى شويه، شوف لنا حاجه بتترش منوم اقوى شويه، لان المنوم اللي انت اديتوني ده مش نافع بحاجه يعني، ومش هينفع يخدرهم زي ما احنا عايزين. قال لها ماشي. وبدأوا طبعا يعيدوا تفكيرهم وترتيبهم تاني. المتسول مع الشيطانة الصغيرة بدأوا يفكروا تاني ويخططوا ازاي يخلصوا من والدها ومن والدتها. يعني الواحد صعبان عليه الكلام وهو بيقوله اصلا، يعني ازاي واحدة وعندها 17 سنة عيلة صغيرة ازاي تفكر اصلا ان هي تتخلص من والدها ومن والدتها؟ حاجة يعني تحزن. المهم نرجع لموضوعنا. المتسول بقى ماهر والشيطانة الصغيرة آية اتفقوا مع بعض ان هم بقى هيخلصوا عليهم بالسكينة، يمسك السكينة ويخلص عليهم، هو ده بقى النهاية يعني. وآية طبعا اتفقت معاه الكلام ده وخلاص، وعايزين ينفذوا بقى الخطة بتاعتهم. وفعلا والدها راح الشغل ووالدتها راحت الشغل، وآية عارفة ميعاد اللي بتيجي فيه والدتها ووالدها من الشغل. والدتها بتيجي قبل والدها من الشغل، فقبل ما والدتها تيجي بساعة اتصلت بماهر وقالت له تعالى. جه ودخل. قالت له اول حاجه اخوها اسمه اسلام عنده 11 سنه المعاق ذهنيا، كان قاعد في اوضته. قالت له بقى انا عايزه اقتل اخويا ده لان انا ما بحبوش وكرهاه، فاقتله لي الاول. طبعا السكينه اللي جاب السكينه من الشقه وكان مجهز السكينه يعني مش ماهر، دي كانت الشيطانه الصغيره آية، كانت جايبه سكينه من البيت عندهم حاميه كويس يعني، وكانت مجهزاها ان هي دي اللي هيخلص بقى
اخوها ووالدها ووالدتها. فادته السكينه وقالت له السكينه اهي، ادخل بقى اوضه اخويا. ودخلت معاه قالت له اقتله بقى، هو مش عارف حاجه ومش فاهم حاجه، اقتله بقى وخلص عليا ان انا ما بحبوش. وفعلا مسك السكينه وقعد يطعن في اخوها ده اسلام ده عده طعنات كتيره جدا جدا لحد ما اخوها مات خالص وانتهى يعني. طبعا هي عارفه الميعاد اللي والدتها بتيجي فيه من الشغل، فقبل ما تيجي والدتها من الشغل ب10 دقايق قالت له والدتي لسه لها 10 دقايق وتيجي من الشغل. وقامت طافيه الانوار بتاعت الشقه كلها وقالت له انت تستخبى ورا الباب، اول ما ماما تدخل الشقه تمسك السكينه وتفضل تطعن فيها لحد ما تموت. فقال لها ماشي. وفعلا والدتها جت فتحت الشقه وهي لسه بتفتح الشقه يا دوبك داخله من باب الشقه لقت الانوار كلها مطفيه فاستغربت، بس حست بحركه ورا باب الشقه. فالست ما لحقتش بقى ولا تصرخ ولا تعمل اي حاجه. قام ماهر قافل باب الشقه واتفاجئت بقى ماهر نازل عليها بالسكينه طعنات طعنات. الست جت تصرخ وتصوت وتستغيث بقى بالناس يعني وبالجيران عشان حد ينجدها من ماهر. تقوم الشيطانه الصغيره ايه جايه على بق مامتها يعني، وقامت كاتمه بق مامتها عشان ما تصوتش وصوتها ما يطلعش، وقامت ماسكه ايديها بالايد التانيه متماسكه ايديها، وخلت ماهر يكمل طعنات في والدتها لحد ما الست نزلت ميته خالص على الارض. ومن كلام ايه وماهر يعني ان الست اول ما نزلت على الارض فضلت باصه لايه لحد ما روحها طلعت وماتت. طبعا يعني اكيد كان بيجي في دماغها ان مش مستحيل ان يكون دي بنتها اللي حاطه ده على بقها، اللي مسكتها الماهر وكتفتها، اللي موتتها. اكيد يعني الست كانت بتفكر في ده كله وفي سهرها وتعبها طول الليل وقعدتها جنب بنتها وان هي كبرتها وخلتها كبيره كده عندها 17 سنه وفي الاخر تتفق مع عيل متسول عشان تخلص عليها. المهم نرجع لقصتنا. فقعدت تستنى والدها يجي من الشغل، والدها اتاخر عن الميعاد اللي بيجي فيه من الشغل. قامت اتصلت بوالدها وقالت له ايوه يا بابا انت اتاخرت ليه؟ انا مستنياك واحنا مستنيينك. قال لها لا انا مش هعرف اجي النهارده في ميعادي لان انا ورايا مشوار مهم وهتاخر. قالت له يعني قدامك قد ايه يعني؟ قال لها مش عارف بس هتاخر وهاجي متاخر خالص. فطبعا حكت الكلام ده الماهر. ماهر قال لها ايه طب كفايه بقى احنا خلصنا على والدتك يعني وعلى اخوكي، كفايه كده ونلحق بقى نمشي قبل ما حد يشوفنا ولا يعرف اللي احنا عملناه. قالت له ماشي، وجهزت شنطه هدومها وشنطه هدوم اختها جنى الصغيره لانها كانت بتحبها فما رضتش تموتها يعني. كتر خيرها بصراحه ايه. وجهزت شنطه هدوم اختها معاها وخدت اختها جنى وهربوا مع ماهر. ماهر وداهم فين بقى المره دي؟ وداهم عند مرات واحد صاحبه، قال لهم انت تقعدوا هنا يومين لحد ما الموضوع يخلص يعني كده، وبعد كده ارجع اخدك انت وجنى ونروح نعيش في اي مكان بقى ونتجوز. كان فاكر طبعا الموضوع عادي وبالسهل كده مش هيتعرف يعني. ورجع عادي خالص لبيت اهله وقعد مع اهله عادي خالص ولا اكنه عمل حاجه ولا قتل حد. فوالد طبعا ايه لما جه فتح باب الشقه لقى مراته صايحه في دمها ومرميه في الارض، فاستغرب جدا. دخلوا الاوضه لقى ابنه ميت برضه. فلما لقى ابنه ميت في اوضته قلق على بنته جنى وعلى ايه، قعد يدور على ايه وجنى في الشقه بس ما لقاهمش. فاتصل بالشرطه، الشرطه جت وعملت تحرياتها يعني ونقلوا الجثث للطب الشرعي. وسالوا الاب قالوا له انتوا ما عندكوش اعداء يعني ما تتوقعش مين عمل كده؟ فالاب قال لهم ماهر. فراحت الشرطه على طول على بيت ماهر، كان قاعد في بيته، جابوه من بيته وبالتحقيق مع ماهر. ماهر كان بينكر في الاول ان ليه علاقه بالموضوع ده خالص وان هو قطع علاقته بايه بقاله اكتر من شهرين وما يعرفش اي حاجه عنها. بس بالتحقيق معاه الضابط لاحظ ان في جرح كبير في ايد ماهر. فبالضغط بقى على ماهر في التحقيقات اعترف بكل حاجه واعترف ان هو اللي قتل والدتها وان هو مخبي ايه ومخبي جنى. اعترف بكل حاجه. فاعترف للشرطه بكل حاجه بس قال له ايه بقى للضابط اللي بيحقق معاه؟ قال له يا باشا انا عايزه اقول لك على حاجه، ايه ملهاش دعوه باي حاجه، انا اللي عملت كل حاجه، ايه بره الكلام خالص. فتم القبض على ايه. وطبعا كانت جنى نقطه مهمه جدا في القضيه دي لان جنى اللي شافت والدتها وهي بتموت واخوها وازاي اتقتلوا، وجنى اللي اعترفت بكل حاجه. قبل ما اقول لكم جنى قالت ايه اول ما قبضوا على ايه، قالت ايه بقى؟ قالت ماهر هو اللي خطفها ووداها عند بيت مرات واحد صاحبه وان هو قتل والدتها وان هي كانت بتدافع عن والدتها وما كانتش عايزاه يقتلها، بس ماهر قعد يهددها ان هو هيقتلها هو كمان لو اتكلمت ولو صرخت يعني ولو لمت الناس. وانا كان صعبان عليا والدتي قوي وهو بيقتلها وما كنتش عايزاها تموت، واخويا كمان كان صعبان عليا وما كنتش عايزاه يقتله، ده انا كنت بحبه. دي كانت اقوال الشيطانه الصغيره ايه يعني. طبعا لما ماهر سمع الكلام اللي ايه قالته
طبعا بدأ يعترف بكل حاجة وبالحقيقة، وإن اللي محرضه أصلا آية، وآية صاحبة الفكرة، وآية اللي حطت إيدها على بق والدتها. وكمان نسيت أقول لكم على حاجة مهمة، إن في المرة الأولانية اللي خططت فيها آية إن هي تدي أهلها منوم، يعني كانت في نيتها إن هي تديهم منوم وتلم شنطة هدومها هي وجنى برضو عشان هتهرب جنى معاها، وتفتح أنبوبة الغاز وتولع في الشقة وتمشي هي واختها جنى. يعني دي كانت الخطة الأولانية، ما كنتش كملتها لكم وأنا بحكي. وبعد كده ماهر بدأ يعترف بكل حاجة طبعا وبالحقيقة وباللي حصل. وكمان بقى اللي أثبت كلام ماهر يعني، وإن فعلا آية شريكة في موت والدتها وأخوها جنى أختها. اعترفت بكل حاجة جنى، وقالت إن ماهر جه وأختي ادته السكينة، أختها آية يعني، وقالت له اقتل اخويا عشان ما بحبوش، وقتل اخوها. وبعد كده والدتها جت، ووالدتها لما جت تصرخ قالت اختي ايه حط ايدها على بق ماما ومسكت ايديها عشان ما تصرخش وما تتحركش، عشان ماهر يعرف يموتها كويس يعني ويخلص عليها قبل ما حد يعرف او الناس تسمع بيها يعني وبصوتها. فجنى اعترفت بكل حاجه يعني. جنى دي عندها 8 سنين. فطبعا والد آية لما عرف ان آية بنته هي اللي عملت كده وهي اللي خططت لكده مع ماهر وكانت شريكة في موت مراته وابنه، زعل جدا وما كانش مصدق، وقال انا بنتي عمرها ما تعمل كده، وقعد يتحاسبه ويقول حسبي الله ونعم الوكيل وانهار وقعد يبكي. بس بالرغم من كده هقول ايه، فهو اب يعني عمل ايه بقى، خاف على جوع بنته آية، وآية بنته محجوزة، قعد يجيب لها اكل ويروح يوديهولها بس من غير ولا ما يكلمها ولا يبص لها حتى. بس صعبان عليه ان بنته تفضل جعانه يعني. شوفوا هي عملت ايه، وكانت ناويه تموته، بس هو لولا قدره يعني ولسه عمره يعني لسه مكتوب له ان هو يعيش، ان هو اتاخر، كان في مشوار وهيتاخر، وهي كانت بتتصل بيه عشان يجي عشان ماهر يقتله. فبالرغم من كده صعبان عليه بنته ان هي تبقى في الحجز وجعانه يعني. كان بيجيب لها اكل على طول ويوديه لها بس ولا يكلمها ولا يبص لها. وقضيه آية بقى وماهر قضية رأي عام، طبعا كانت قضية رأي عام كبيرة في مصر. وجت المذيعة عملت لقاء تلفزيوني مع آية وماهر الاتنين، والمذيعة قعدت تقول لماهر ايه بقى، قعدت تقول له انت بكده مستقبلك ضاع وحياتك اتدمرت، انت دمرت حياتك، انت كده كده هتاخد اعدام، انت ازاي تقتل طفل صغير ملوش ذنب في حاجة، تقصد اسلام اخو آية يعني. قال لها انا ماليش دعوة، ده آية اللي قالت لي اقتله عشان انا ما بحبوش. قالت له يعني اي حاجه آية تقولها لك تعملها، دي المذيعه اللي بتقول له. وكمان قالت له انت كنت شارب حاجه يعني قبل ما تروح لآية وقبل ما تقتلهم، كنت مش في وعيك؟ قال لها لا انا كنت في وعي وكنت طبيعي خالص، بس مش عارف كان مالي، كنت حاسه ان انا لابسني شيطان كده، كنت حاسه ان انا ملبوس، حتى شوفي ايدي كان فيه اثار لسه للجرح اللي كان جارح بنفسه وهو بيخلص على والده آية واخوها، قصدي وابنها، كان في اثار للجرح اللي في ايده. فقال لها حتى شوفي اثر الجرح اللي في ايدي اهو، مكان ما كنت بموت والدتها واخوها، كنت حاسه ان انا مش طبيعي، لان انا طعنتهم طعنات كتيره جدا، فكنت حاسه ان انا مش طبيعي كده، كنت حاسه ان انا لابسني شيطان. وآية كانت عماله تحرضني وتقول لي عشان نبقى مع بعض وعشان نتجوز بعض، وده الحاجه الوحيده والطريقه الوحيده اللي هنتجوز بعض بيها ان احنا نموتهم ونخلص منهم. قالت له يعني انت عملت كده عشان خاطر آية، وآية اول ما مسكوها قالت ان هي ملهاش دعوه بيك وانت اللي خاطفها وانت اللي موتت والدتها واخوها. قال لها ما انا عرفت كل حاجه، ولما عرفت كده اعترفت بكل حاجه، مع اني قلت للباشا، قلت له يا باشا آية ملهاش دعوه بالقضيه خالص وانا اللي شايل الليله، وآية ملهاش دعوه، بس لما عرفت ان آية قالت كده وباعتني انا اعترفت بكل حاجه. قالت له واحده ما بقتش على اهلها وباعت اهلها وضحت باهلها بسهوله كده، هتبقى عليك انت؟ قال لها صح عندك حق. فده كان مضمون يعني اللقاء التلفزيوني اللي ما بين ماهر وآية والمذيعه. طبعا ما فيش مبرر للي آية عملته، ومهما حصل ومهما منعوها ان هي تتجوز ده، وهم منعوا آية، اهلها منعوها ان هي تتجوز ماهر ليه؟ مش سالوا عليه؟ اهل آية سالوا على ماهر، لقوه متشرد وبايظ وبيشرب مخدرات ومفيش حاجه غلط ما عملهاش، فبالتالي خافوا على بنتهم وعلى مستقبل بنتهم اللي ربوها وتعبوا فيها، بنتهم اللي غاليه عليهم، اللي هي ضحت بوالدها ووالدتها واخوها المعاقل، الطفل اللي ملوش ذنب في اي حاجه، بسهوله جدا عشان عاجبها واحد وعايزه تروح تتجوزه وتقعد معاه يعني. مش عارفه اقول عليها ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل. وحاجه غريبه جدا ان طفله تعتبر آية دي ايه، ده تعتبر طفله يعني عندها 17 سنه، لسه طفله صغيره، ازاي تعمل كده وازاي يخطر في بالها الافكار الشيطانيه دي؟
ففعلا ما ينفعش يتقال عليها ان هي بني ادمه، غير زي ما قلت ان هي شيطانه صغيره. ايه دي مش وخساره فيها اسمها، يعني الاسم اللي والدها ووالدتها سموها بيه خساره فيها اي تاني. دي شيطانه، ويعني اللي هي فكرت فيه يعني الشيطان يضرب لها تعظيم سلام على اللي هي بتفكر فيه وعلى الخطط اللي هي قالتها يعني. وما تنسوش تقولوا لنا رايكم في القصه في التعليقات، وتقولوا لنا رايكم في ايه وفي ماهر وفي والدها الطيب اللي بالرغم ان كانت بتعمل كده وكانت عايزه تقتله وقتلت والدتها وقتلت اخوها، راح يودي لها اكل في الحجز عشان صعبان عليه ان بنته تبقى جعانه، بنته اللي موتت والدتها واخوها. حسبي الله ونعم الوكيل. متنسوش تقولوا لنا رايكم في التعليقات، واللايك والشير للقناه.